السلام عليكم، اهلا بيكم في حلقة جديدة. في حلقة النهاردة هعلمك ازاي تعمل صورتك زي ويجز في اغنية اسياد الصوت، ودي هتكون حلقة من سلسلة صور نجوم الراب، واللي بخليك تعمل صورتك زي نجم الراب المفضل ليك. وكمان هعلمك ازاي تعملها بالموبايل وتطلع جودة كويسة. خليني كده سريعا اقولك ايه الصور اللي احنا عملناها قبل كده عشان لو حابب تتفرج عليها. علمتك ازاي تعمل صورتك زي شاهين في اغنية ايد هون، وكمان علمتك ازاي تعمل صورتك زي بابلو في اغنية كنترول وكمان اغنية غابة، وكمان علمتك ازاي تعمل صورتك زي ويجز في اغنية على راحتي. فلو حابب تتفرج على اي حلقة من دول هسيب لك اللينكات بتاعتهم في وصف الفيديو. لو بتشوفني دلوقتي من على الفيسبوك هتلاقيها فوق الفيديو، ولو بتشوفني دلوقتي من على اليوتيوب هتلاقيها تحت الفيديو. وتعالوا نروح نشوف موضوعنا النهاردة، يلا بينا. عشان نعمل صورتنا زي ويجز لازم نحللها عشان نوصل للطريقة اللي اتعملت بيها، فخلينا نحللها مع بعض. واول حاجة هنلاحظها في الصورة ان الصورة الخلفية بتاعتها لونها ابيض، وكمان استخدم نوع من انواع الرسم وابتدى ان هو يخطط باللون الابيض على الحاجات البارزة على الهدوم اللي هو لابسها، وابتدى ان هو يستخدم اللون الاسود ويرسم زي خطوط على شكل شعاع كده حوالين راس ويجز. ونيجي بقى ان هو خلى اصلا الافكت المحطوط على ويجز هو ابيض واسود. نيجي بقى لتاني حاجة وهو ازاي تتصور صورة زيها بالظبط. تبتدي انك انت تتصور صورة، ولكن لو انت مثلا بتصور على ترايبود او مثلا الحاجة اللي انت مثبت عليها الموبايل هتبتدي انك انت تخليها تحت مستوى نظرك عشان تبتدي تتظبط معاك، وتبص كده للكاميرا اللي انت بتصور بيها سواء العدسة بتاعت موبايل او كاميرا، هتبص لها من فوق كده عشان يدي نوع من انواع الكبرياء. نيجي بقى لتالت جزء معانا في الحلقة وهو طريقة الشرح. وكالعادة هنستخدم برنامج بيكس ارت عشان نبتدي نعمل الصورة على الموبايل، ونستخدم طريقة الفوتوشوب بتاعتنا. وتعالوا نروح نشوف طريقة الشرح، يلا بينا. طيب انت كل اللي عليك خطوات بسيطة هتخليك توصل للنتيجة اللي انت عاوزها. اول حاجة هتجيب خلفية بيضة زي كده، ودي تقدر تجيبها من اي مكان عادي. بعد كده هتيجي عشان نضيف الصورة بتاعتنا من اد فوتو او اضافة صورة. بعد ما بتجيب الصورة بتاعتك وتتصورها زي ما انا ما قلتلك بالظبط، هتبتدي انك انت تيجي عند علامة المقص عشان نفرغها من الخلفية اللي هي موجودة فيها. بعد ما بتفرغها بتبتدي انك انت تكبرها كده وتظبط المقاسات بتاعتها، وتسيب كده فراغ من فوق عشان الرسم اللي احنا هنرسمه. فتبتدي انك انت بس تظبطها من هنا، وبعد كده تبتدي انك انت تسيب فراغ من فوق زي ما انا سايب كده بالظبط. وتبتدي انك انت مثلا لو في زيادة زي هنا مثلا هنا هتبتدي تيجي عند الاستيكة، وبعد كده تمسح كده عشان تظبط معاك وما تبانش يعني ان هي مقصوصة يعني بشكل مش كويس. بعد كده بتبتدي تدوس على الصح من فوق هنا. بعد كده هنبتدي ندوس صح تاني. بعد كده في الادوات اللي تحت دي هتبتدي انك انت تسحب كده لحد ما توصل عند كلمة اسمها رسم او درو، هتبتدي تدوس عليها. وبعد كده هتيجي عند كلمة تاني اللي هي هيظهر لك اختيارين يعني في الوان وفي رسم. هتبتدي تختار اللي هي الرسم، يعني يعتبر الاداة رسم واللي احنا هنختارها منها رسم. هتبتدي انك انت تيجي عند الالوان هنا وتخليها لونها ابيض، وتبتدي تدوس صح، وتبتدي تيجي بالقلم وتبتدي انك انت تحدد على حاجات الهدوم البارزة. ويا سلام لو انت لابس لون اصلا اسود عشان تظبط معاك الصورة.